نخلص بقى وكفايه كده، هروق على قلبي عشان انا ايه حرانه. فما النبي نتصل. بدأت ايه؟ لا والله. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح انا كنت معاكم في الخبيز، واليوم والفيديو كله هنزله لكم. فالنهارده بقى انا هعمل روتين في المطبخ، لان انا المطبخ بتاعي باقي النهارده، يعني ده حتى تيسير وروضه روقوه. قال لا ما ينفعش يطلع بالشكل ده. قلت لهم انتوا مالكم، انا اللي هطلع. قالوا لا، المطبخ كان يعني عايز ولعه، قولوا عليا معفنه. وريكم بقى المطبخ، وريكم الحاجه. هبدا ماشي يا روضه. وعملت معاكم الصابون، فده الصابون اللي انا عاملاه قدام معاكم، بس في هنا حبه. فانا ايه هوريكم الصابون الاول بتعمل قبل ما اعمل اي حاجه. اروق الحوض من اللي فيه. هلم حبه مواعين كده وهروق الحوض. بص مطرح الملوخيه. نشيل دي كده، حاول بس نشيل كده ونروق حالنا بس. هنا بقى يا جماعة قلت اريحكم الوش والدوشة بتاعة المواعين، فقلت اسجل بقى بصوتي علشان ايه الدربكة بتاعة المواعين وكده. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. انا بسجل لكم الفيديو دوه وبقاله 3 ايام معمول، بس انا النهاردة اول يوم في الصيام. كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. ويا رب السنة اللي جاية ان شاء الله نكون كلنا يا رب واقفين على جبل عرفات، وربنا ينولها لنا يا رب، وينولها كل مشتاق، ويتقبل من اللي راحوا يا رب، اللي هم راحوا السعودية وكده، ربنا يتقبل منهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى ابتديت اعمل في المواعين. بعمل اول حاجه بلم الكوبايات الاول والحاجات الازاز، علشان خاطر ايه السلكه تبقى لسه نظيفه وكده. ده فيديو بعد الفيديو بتاع الصابون. انا في يوم واحد عامله 3 فيديوهات، فيديو الخبيز في يوم، وفيديو الصابون في نفس اليوم بالليل، وده تاني يوم الصبح الفيديو بتاع ايه ترويق الروتين المطبخ وكده. انا بصراحه ربنا ما قدرتش اكمل بعد الخبيز وعمايل الاكل، يعني انا مجهودي برضو يعني ايه على قد برضو يا جماعه، كتر خير الدنيا يعني. فانا مجهودي على قد، فما قدرتش بصراحه ربنا ان انا اشطب المطبخ. فقلت الصبح ابقى اعمله. واعمله ايه يعني، بدل ما اصبن المواعين بس، لا هعمل المطبخ واعمل الصواني، عشان الصواني بقرص عليها العجين وكده. فقلت اعمل الصواني بالمره وعشان يبقى المطبخ نضيف. وغير كده كده احنا ان شاء الله داخلين على ايام العيد اهوت. فانا الحاجات اللي انا هعمل روتينات في المطبخ اللي انا ما عملتهاش معاكم، في حاجات انا ما صورتهاش معاكم في العيد الصغير. كنت عامله روتين، كنت جايبه المطبخ ده على موقفاه على الحيطه، يعني انا كنت مخرجه كل الحاجات دي بره ووقفته على الحيطان عشان نغسل السيراميك، وغسلت المطبخ وكل حاجه كنت ايه عاملاها، بس انا بصراحه ربنا ما صورتهاش. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. اللي وصل معانا لحد هنا يحط لنا اللايك ويشترك في القناه ويفعل سر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. فابتدي بقى المواعين. انا بقى احب ان انظم المواعين، ابتدي بالكوبايات والازاز، وبعد كده اخد الاطباق، وبعدين كده الحلل والحاجات اللي بعد، يعني انا متعوده مع نفسي على كده. واي حاجه بعد كده ايه، ان كان صواني ان كان بوتاجاز، فبعد السلكه طبعا ايه، عشان اكون عملت المواعين الاول والسلكه ما تكونش اتوسخت وكده. شوفوا الصابون يا جماعه اللي انا عاملاه، جميل 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 قوي بصراحه. فيا ريت تجربوه او تحاولوا تشوفوه فين، لو انت بتحبي تستخدمي الصابون السائل ده هيكون موفر جدا ليكي. بدأت بقى كده، قلت اخلص المواعين الاول وبعد كده اشوف هعمل ايه تاني في المطبخ وكده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. عملت الرقاق ولا لسه؟ انا لحد دلوقتي لسه والله ما عملتهوش، كسل جامد قوي عليا بصراحه، مش عارفه ليه انا كسلانه كده. انا كل سنه كنت بحب اعمله قبل الصيام علشان ايه ما تعبش في الصيام وكده، بس انا لحد دلوقتي لسه ما عملتوش. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى فيديو الرقاق باذن الله. بمسك المواعين بقى زي ما انتم شايفين،
يعني انا طالما ايدي على طول في الحلل، يعني بتك عليها كل مره، فحللي على طول بتبقى نظيفه، والحمد لله يعني ما بقى ايه، ما بتبقاش محتاجه مني مجهود وكده في الدعيق. كل حاجه الحمد لله عندي ايه نظيفه. انا بس عشان امبارح كنت بخبز وما قدرتش، فاضطريت ان انا بيت المطبخ ده، لان بجد بجد كنت تعبانه. هنا بقى كنت خلصت المواعين وكده، وبدات بقى اعمل البوتاجاز. فهنا قلت لتيسير تعالي بقى ايه كملي معايا. حطيت هنا الباور. انا بستخدمش غير الباور بصراحه، يعني انا بستخدمه رشتين بس كده لمجرد التلميع، يعني مش عندي دهون جامده يعني لدرجه ان انا استخدم لها اي حاجه. يعني احط حبه صابون وامسك البوتاجاز كده اظبطه. انا عارفه ان البوتاجاز ممكن يبوظ وممكن اي حد يقول لي اي حاجه، بس بصراحه ربنا يا جماعه انا ما برتاحش الا لما بعمل البوتاجاز بالطريقه دي. يعني انا حتى كمان ما اعرفش اشطفه، يعني انا صبنته اهو، ما اعرفش امسك حته مبلوله وامسحه بيها كده وخلاص، لا، لازم اديله الدش التمام بتاعه، لازم. هنا بقى انا العلبه دي يا جماعه، العلبه اللي انا بحط فيها السلكه، فمحدش يقول لي هي عامله كده ليه، لان السلك بيصدي. فانا حاطه العلبه دي على الحوض عشان تحافظ على الرخامه، فمش هتفرق معايا بقى العلبه بصراحه ربنا. انا ممكن ارميها واجيب علبه غيرها، فاهمني، اصبنها كل حاجه، بس الصدى بيبوظها. فانا كل اللي انا محتاجاها منها انها تحافظ لي على الرخامه، عشان الرخامه قبل كده اصفرت وعالجتها، يعني خدت مني وقت عبال ما رجعت زي طبيعتها، لان كنت ايه بحط السلك على الحوض وكده، فلما كانت تصدي كانت بتبهدل الرخامه. فانا رحت جايبه العلبه ديت وبقيت احطها فيها وكده. لازم الدش ده، لازم اديله الدش التمام ده. تيسير قاعده بقى بتصورني وهي قاعده على الكرسي وانا طالع عيني، بتقول لي رجلي طالعه، قلت لها يا ستي رجلك مش طالعه، ولو طالعه انا هبقى اشيلها لك. ابتدي بقى اني اصفي الميه اللي فيه، وبعدين انشفه الاول، وبعدين اجيب حته ناشفه تاني المعه بيها، زي ما انتوا شايفين بيبقى بالمنظر ده. اغسل بقى الحاجات بتاعته والحمالات بتاعته والحاجه بتاعته اللي عليه، واروح منشفاها واحطها، وابتدي اكمل بقى بقيه حاجتي. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. اللي وصل معانا لحد هنا يحط لنا اللايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا رب يخليكم ما تبخلوش علينا باللايك يا جماعه. يعني انا بشوف فيديوهات جايبه مثلا 1300 مشاهده، ما فيهاش غير مثلا 30 لايك. يعني حط اللايك، مش هتخسري حاجه يعني. اللايك بيرفع الفيديو يا جماعه. هنا بقى كنت خلصت البوتاجاز وابتديت بقى ايه امسح الرخامه، عشان ايه اعمل اي ده الصابون يا جماعه اللي احنا عاملينه مع بعض اهو. ده لو في ازازه ميريندا حد يفتكره بيبسي ميريندا. سايبه ازازه الزيت يعني فاضيه، حطها ليه انا مش عارفه، يعني لازم اصفيها على الاخر. سبحان الله يا رب. دماغها دي تعبانه. دماغنا دي تعبانه احنا كستات، دماغنا دي تعبانه شويه. مش هين عليا ارمي الازازه لما اصفيها واجيب فيها اخر نقطه. البت طالما متصورينيش ولا مايله تفضل طالعه نازله طالعه نازله. هنا بقى قلت اما اصبن الكولمن. انا عندي الكولمن ما بحبش اعمله بسلك، الكولمن والتلاجة والفريزر استحاله احط فيهم سلك مواعين، بيصدوا وبيعملوا فتافيت صدى كده. فانا متعوده على كده، ان انا عندي السفنجه دي، وبرده في نفس الوقت السفنجه دي ما تمشيش معايا في تصبين المواعين، ما تمشيش معايا خالص، مش عارفه ليه بصراحه. ولا حتى لو طبق ما مش بقتنع بتصبينها. فانا بحب السلك للمواعين، والسفنجه ديت اعمل بيها بقى الفريزر، اعمل بيها التلاجة، اغسل بيها الكولمن، ما اعملش بيها اي حاجه تاني غير كده. فانا بجيبها علشان خاطر الكولمن. حبيت سقعت ميه بقى لاني كنت ميته من العطش ومش لاقيه ميه ساقعه اشربها. عملت بقى الصواني. شوفوا العرق يا جماعه عامل ازاي في الطرحه. الجو كان حر، بس انا كنت فرحانه بالبلبطه في الميه. الصينيه دي رخمه بتضايق عليا وما مش بعرف اعمل، اتنقلت الناحيه التانية عشان اوسع على نفسي. صواني نظيفه، بس انا لازم اعملها كده على طول، لاني لو هملت في الصواني هتتعبني انا بعد كده. يعني صوانيه لازم تبقى نظيفه كده، كل الصواني بتاعتي لازم اصبنها يعني بعد كل خبزه. انا كنت بتكلم مع تيسير في حاجه، فكانت الدنيا واخدانا شويه من الكلام. اعملها من بره ومن جوه. حد لو في حد طلب منك صينيه، تبقي تديله الصينيه بتاعتك نظيفه كده وحلوه، مش تديله الصينيه يبقى مثلا واخدها منك وهو قرفان، يقول ايه القرف دوت. في ناس بتعمل كده، انا واحده من الناس، لو حد اداني حاجه من المواعين مش نظيفه اقرف منها.
اقرف قوي، اقول ايه ده يعني؟ مش هين عليها تدعكها يعني؟ احنا بني ادمين يا جماعه، ما احناش يعني بشر، ما احناش ملايكه. فانا بقى بحب انضف حاجتي عشان لو حد طلب مني حاجه اديها له نظيفه، محدش عيب على حاجتي. انا الحته دي فيا قوي، ان انا لازم انضف حاجتي كده واخليها زي الفل. يعني انا حد خد مني الصينيه، خد مني حله، يبقى يعني شايفها نظيفه ما يقرفش منها. هنا بقى كنت بعمل الطشت بقى مكان العجين، وتعبني بصراحه، وعملته بالمعلقه لحد ما ايه نضف وكده. بس انا غصب عني والله، انا كنتش قادره اعمل حاجه بالليل. اهو كده اكون خلصت، وهعمل الحوض وخلاص بقى على كده. ان شاء الله يا جماعه نعمل مع بعض فيديو الرقاق، وهيعجبكم قوي الرقاق ان شاء الله. انا بعمله، هنعمل رقاق طري ورقاق ناشف باذن الله. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى الفيديو بتاع الرقاق، واحاول انزل لكم الروتينات بقى على طول قبل العيد وكده، عشان كله ايه يتشجع كده ويقوم يعمل. انا بعمل حوالين الحوض، حوالين الحنفيه بالسيراميك، من السيراميك وكده، عشان خاطر ايه اي حاجه ما تبقاش ايه تصفر، لان الرخام والحاجات دي بتصفر على طول من الاهمال، ولا كلور ولا حاجه، وحبه صابون وخلاص يا جماعه على كده، والدنيا ايه بتمشي. حتى الازازه لازم اغسلها، مع انها من تحت بقى عامله صدى، بس عشان كنت بحطها في قلب العلبه وهي عليها السلكه، فكانت بتصدي. فاما لقيتها بقت تبوظ كده، فما بقيتش احط السلكه وكده. حتى السلكه دلوقتي بقيت ارميها على طول، طالما مش عايزاها تاني خلاص برميها. ساعات بسيب السلكه، لان ممكن يبقى واقفه بعمل اكل او اي حاجه، واي حاجه تتوسخ مني اروح واخداها ايه بايديا كده على طول. هنا خلاص كنت خلصت بقى يا جماعه، هو وظبطت المطبخ تظبيطه حلوه. المواعين دي كلها انا مصبناها تمام التمام. بقى يلا نروق على نفسنا كده، ونعمل لنا حاجه كده نشربها، لان انا كنت ميته من العطش، وفي نفس الوقت ايه حرانه. فقلت لتيسير تعالي بقى نعمل حاجه كده ايه تطر على قلبنا. انا اختي كانت عندي في الوقت دوا، ورحت ايه قلت تشربي ايه؟ قالت لي اعملي لي قهوه. قلت لها لا، قهوه ايه في الحر ده؟ تعالي نعمل حاجه ايه ساقعه وكده نطر على قلبنا. فقلت اعمل ايه؟ ليمون في الخلاط. بس بصراحه ربنا كان ناقصه ورقه نعناع، نعناع خضرة. كان انا عندي نعناع ناشف، بس قلت لا مش هينفع، لازم يكون نعناع اخضر. هنعمل ليمون بالنعناع، بس ما لقيناش ليمون ايه نعناع فريش وكده. حطيت بقى، انا بحط الميه والسكر الاول اضربهم مع بعض. انا كنت عماله بزعق مع اختي ومع تيسير الاثنين، اول ما دخلت ما كملتش 10 دقايق وانا مش فاضيه ومش عارفه اقعد معاها. فانا ماشيه انا ماشيه، قلت لها ايه اللي جابك بقى لما انت ماشيه وكنتيش جيتي؟ اصبري يا بنت الناس، انا هعمل كوبايه ليمون نشربها، وبعدين ابقي انزلي زي ما انت عايزه. بعمل السكر في الخلاط الاول عشان يديني الرغوه الحلوه دي، عشان يبقى الليمون ايه فيه رغوه حلوه كده. وبعد كده احط الليمون واضربه تاني ايه في الخلاط. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه ما تنسوناش باللايك بالله عليكم، والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اضرب بقى تاني كده. انا عندي الخلاط بس بينقط كده حبه، عايز يتظبط. وجبت شفشق جديد بس مش عاجبني، مش اصلي والله، جبته ب85 جنيه ومش عاجبني. بعمل في ده برضو، مع ان انا خايفه ابوظ لي الخلاط، بس مش قادره استغنى عنه. صفيت بقى الليمون، وهنعمل بقى كوبايتين الليمون كده نروق على قلبنا زي ما بيقولوا. ان الجو كان حر قوي في اليوم دوت، بس الحمد لله كل حاجه عدت على خير. امسحه على طول عشان ما يلمش عليا نمل او دبان او اي حاجه، لان ده سكر. يلا بقى نصب الليمون ونشربه مع بعض. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. يا رب كل واحد يتمنى اي حاجه ربنا يديها له يا رب. ادعوا كتير في الايام المفترجه دي يا جماعه، الايام دي كلها خير وبركه. انت حابه الروضه، وانا وتيسير واختي اللي هنقول بقى هنروق على نفسنا بقى. يلا الفيديو كده خلص، شوفوا وشكوا على خير.